يا جدعان الناس اللي بتتفرج على برنامج رامز جلال، الناس دي بجد بجد بيتفرجوا عليه بمؤخرتهم. الناس دي ما بتتفرجش عليه بعينيها زي الناس، بيتفرجوا عليه بمؤخرتهم. فعجبهم قوي الخرا اللي رامز جلال كل سنه في كل موسم يعمله، وهو موسم جديد من برنامج خرا اسمه المقالب. وعلى فكره يا جماعه، اي ممثل، اي مغني، اي فنان، اي رياضي، اي شخصيه بتطلع في البرنامج ده بتكون متفقه على اجر، وبيكون مدين لها سكريبت معاها نص كده مكتوب فيه هي هتقول ايه. حتى الشتايم اللي بتتقال هم عارفين هم بيقولوا ايه. كل ده في سبيل الماني، سبيل الفلوس، الكاشات، الزلط. فهو برنامج خرا، برنامج خرائي، يعني برنامج من البرامج اللي هي مليانه خرا، برنامج غير طبيعي، برنامج فيه الخرا غير طبيعي. فاهم؟ يعني انت زعلان من كلمه خرا اللي انا كررتها كتير، وكلمه اخرى وخرا وخراء، لكن مش زعلان ان في برنامج زي ده بالمستوى ده بيطلع على اشهر قناه في مصر للاسف الشديد، واشهر قناه في الوطن العربي اللي هي ام بي سي مصر، واكبر منصه في الشرق الاوسط اللي هي منصه شاهد، وجاي زعلان من كلمه خرا عادي. ده ليه بقى؟ عشان حضرتك عندك ازدواجيه معايير. فاهم؟ يعني انا بقول كلمه خرا اللي هي كلمه عاديه، وحضرتك زعلان منها، لكن مش زعلان من رامز جلال. ما علينا. انا عن نفسي شايف ان رامز جلال هو اصلا مش ممثل فاشل. برامج المقالب الاجنبيه بتتعمل بحرفيه. اللي هو بيعمله في البرنامج بتاعه كل سنه، والتنمر على الممثلين والضيوف والمغنيين والفنانين والنجوم والرياضيين وخلافه من الشخصيات اللي بتطلع معاه، ده لو اي حد في العالم عمله هيتحبس. لو انت طلعت على تيك توك او اليوتيوب او تويتر او انستجرام او الفيسبوك او ايا كان المنصه اللي حضرتك شغال عليها وعملته على السوشيال ميديا هتتحبس. المقدمه اللي بيقولها في كل حلقه وبيوصف بيها الفنان او النجم او الشخصيه او الضيف اللي معاه، التنمر عليه والتريقه عليه والسخريه منه، يخليك تتحبس اقل حاجه من 5 ل7 سنين. لو القاضي رأف بيك، القاضي كان حنين معاك، لو القاضي كان رحيم معاك، هيديك 3 سنين. لكن ازدواجيه المعايير بتخلي ان اي حاجه رامز جلال يعملها سواء في تقديم البرامج او في اداء المقالب ان هي حاجه عاديه. والحجه بتاعه النقابه والرقابه حاجه واحده بس، وهي ان البرنامج ده بيتعرض على قناه اجنبيه اللي هي ام بي سي مصر التابعه لمجموعه ام بي سي، وعلى منصه شاهد. الاتنين اجانب، يعني الاتنين مالهمش علاقه بمصر، فهم ما عندهمش الحكم عليها. فده طبعا حجه البريد مسح السبوره. هم بس فالحين يتشطروا على الناس اللي بيطلعوا على التيك توك واليوتيوب. احمد ماهر الممثل الكبير، احمد ماهر الممثل القدير، احمد ماهر طلع مع رامز جلال في البرنامج بتاعه السنه دي وشتمه. فالمشكله بقى النقابه بتعمل ايه؟ طلعت واعتذرت لابو رامز جلال وابو ياسر جلال. يعني انتوا سايبين البرنامج اللي كله مليان ايحاءات جنسيه، الفاظ خارجه، شتائم، سب دين، قذف، تنمر، سخريه، عنصريه، خراء. يعني عباره عن ايه؟ رامز جلال بدل ما يعمل حمام في الحمام، عمل حمام قدام الناس كلها. اكتر من 120 مليون مصري رامز جلال بيعمل حمام قصادهم.